صلي على النبي يا ام حماده، وتعالي بقى بينا يلا نخش على المقادير. والمقادير هسيبها لك على الشاشه كده عشان تاخديها سكرين شوت او تكتبيها على مهلك، عشان حاطط كده التوابل بسرعه ومش هتلحقي تاخدي بالك من التفاصيل دي كلها والتريكات. هتعمليها بقى على طريقتي واكنك اول مره تعملي فراخ في الفرن. وما تنسيش كده سنه الزعتر عشان نزعتر بيها المسائل، وشويه الزيت عشان نعمل احلى مساج وتدليك وصبا للفرخه الجميله ديت. ولو الرجول بتاعتها لسه موجوده اعملي لها باديكير ومونيكير. وخش بقى على البطاطس اللي تتبيلتها سهله وبسيطه، ولازم تدعكوها بشويه زيت وملح وفلفل اسمر، ونحط بقيه التتبيله عليهم ويلا بينا نعمل الرز. وبما انك بقى بتحرقي الاكل على طول وما بتعرفيش تعملي حاجه غير الرز، فانا بقى مش هقول لك المقادير بتاعته، بس لو اتفرجت على الفيديو دوت وحبيتي تعمليه هيطلع احلى من بتاعك برضو. عايز اقول لك بقى ما تستخدميش زيت سلسبيل، استخدمي زيت ام عبير بيبقى جميل جدا وما بيعملش ريحه. اللهم لك صمت على رزقك افطرت. خش لي كده قرب لي بان الكلام ده. متعه 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 انا يا جدعان. اشتريها من بره ليه انا؟ شايفين الرز؟ طبعا انتوا لازم تستنوا الاكل يبرد شويه عشان سخن كده بيتعب المعده. شايفين يا جدعان؟ دايبه دوب دايبه دوب. ايه الجحدان ده؟ خلاصه الخلاصه. حاجه كده من كوكب اخر.